بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. إن شاء الله يا شباب النهاردة هنتكلم عن ال ADS. إيه هي ال ADS أو ال Alternate Data Streams؟ Alternate Data Streams دي خاصية في نظام الملفات بتاع ال NTFS اللي موجود في ويندوز. بتخليك تحط بيانات مخفية جوه ملف عادي، والحاجة الكويسة يعني إن الملف ده مساحته ما تتغيرش. مثلا لو أنت عامل ملف تكست 0 بايت مش حاطط فيه أي حاجة، حرفيا مهما عملت في ال ADS اللي جنبه ده انت برضو تشوف مساحته وتبقى نفس الكلام. دي كويسة في ايه؟ انت ممكن تخفي منها حاجة والشغل ده طبعا، ده هتبقى حاجة كويسة. وتكوين ملفات NTFS، كل ملف NTFS بيبقى عنده ستريمز. البيانات الأساسية بتاعتها بتتحط في حاجة اسمها المين داتا ستريمز، لكن ممكن تحط الستريمز الإضافية اللي هي بتاعتنا alternate data streams، ممكن تحطها تخزين بيانات مخفية من غير ما حد يشوفها. تمام. طب دلوقتي احنا ازاي نعمل حاجة زي كده؟ عندنا الفولدر هنا بتاعنا، اسف، هنا الفولدر بتاعنا لسه فاضي لسه معمول. هنعمل اول حاجة ايكو، وهنحط اي رسالة احنا مثلا عايزين نحطها. احنا مثلا هنقول احنا هنعمل تكست، ممكن نعمل ده flag is one for example، اي حاجة كده مقفلنا كده. ونعمل الملف بتاعنا اللي هيكون عادي اللي اي حد يشوفه. الملف ده ممكن يبقى اي صيغة، ممكن نعمل picture، نعمل PNG الصيغة بتاعتها. وهنا بقى هنحط الاسم بتاع الملف اللي هو المخفي، نعمل flag مثلا يعني. تمام. دلوقتي لما جينا نعمل داير عادي، هنلاقي اللي عندنا هنا حاجة اسمها بيك picture، والبنج بتاعها وكل حاجة تمام، وهنا 0 بايتس. عايزين بقى نوضح الدنيا اكتر ونعرف نجيب الالترنت داتا ستريمز بتاعتنا. نعمل /r هنا، هتلاقيه هنا قال لك في هنا اول ما تلاقي الدولار ساين وداتا معناها كده اللي فيه هنا alternate data streams. وهنا طب احنا عايزين بقى نعرضها، ممكن نعمل مور، نفتح العلامة هنا، وهنحط الاسم بتاعنا عادي، ونكمل بقيتها. احنا قلنا هنسميها فلاج. هنا جاب لك الفلاج. هو المفروض يعني اللي انا كنت اعمل كده اهو، الكشف عن المستور ده، ونظهر هنا. تمام. بس برضه يا شباب عايزين نعرفكم حاجه. ممكن عادي بكل بساطه تبقى صوره عاديه عشان بس ما تقولش ان انت بتعمل. وبرضه في حته، انت ممكن انت بتعمل ان هو الفلاج او اي حاجه، ممكن الصيغه هنا تبقى اي حاجه حرفيا. انت ممكن تعملها في ملف وورد، تعملها في ملف PDF، كل حاجه هتكون شغاله وبتنفع. وطبعا دي حاجه كويسه جدا وبتخلي ايه، في flexibility في الموضوع. وطبعا لما انا جربت ابعتها مثلا لناس اصدقائي وكده في اماكن مختلفه، تليجرام، واتساب، كل الحاجات دي، لو انت بعتها تليجرام من غير ما تعمل لها كومبريس ضغط، هتتبعت تمام و هتتشاف. واللي فاهم بقى واللي عارف كده هيعملها. وانا جربت يعني اعمل حاجه، اخفي نص كده في صوره، اللي خفيته كان لينك. هو انا بقول المفروض اقول ولا لا؟ مش مهم، انتوا كده كده يعني عرفتوا الطريقه. اللي خفيته كان لينك يعني، وبعت قلت يا شباب في فلاج، وعملت بقى الصوره ايه، كان فيها كلام كتير. فايه كله بقى قعد يحاول بقى في الصوره يغير البيكسلز، ويشوف QR كود مخفي جوه، يغير الالوان ويودي ويجيب. وفعلا كنت خافي نص جوه، والنص كان النهايه في البدايه. وفي برضه طريقه تانية كده للتحليل هم عملوها. بصراحه كنت اول مره شفتها يعني. بس اول طريقه دي كان اول حاجه، اول سطر كان ويندوز فايل او فايل سيستم كان ويندوز، فدي يعني هنت كويسه جدا يعني. آه، بس ازاي تحذف الالترنت داتا ستريمز؟ لو انت لقيت عندك حاجه، ممكن تحمل برامج، في برامج كتير عنها، في برنامج برضو من مايكروسوفت. ممكن تحمل اي اداه زي ADS سباي، وهيمسح لك كل حاجه. ازاي الهاكرز ممكن يستخدموها في حاجه مش كويسه؟ انك ممكن تعمل بكل سهوله، تعمل الحاجه المخفيه دي، وتعمل صوره عندك هي الامتداد، والملف الالترنت داتا ستريم اللي فيها يبقى الصيغه بتاعته EXE. بس انا يعني بستخدمها يعني تحط فيها تكست عادي. طبعا الطريقه دي لو انت جيت تعمقت فيها طبعا هتوصل لمراحل قويه، انك بجد بتعمل فيروس وبتخفيه في حاجه. وهو ده التحدي اللي انا كنت عامله على التليجرام. هو ولا كبير ولا حاجه، هو كان حاجه بسيطه خالص يعني، كنت بس ايه اتعلمتها يعني. فايه قلت نجرب. هو يعني انا اتعلمت على الالترناتيف ستريمز دي كانت كانت في كورس بتاع سيسكو بتاع بيزكس اوف اوبريتنج سيستمز. بس يعني تعدي. معلش انا مثلا مش بحل CTF كتير، بس
كتير ايه، انا ما حلتش تقريبا غير هي واحده او اتنين، ومن ضمنهم بتاع الباشمهندس محمد حمدي اللي كان بتاع الجروب تبعنا. بس يعني هو ده التحدي، يعني لو حد عايز يجرب يحمل الصوره هنا، كنت حاطط كلام كتير بتوه فيه يعني وكده. بس كده ونهايه الفيديو. انا الفيديو ده صورته قبل كده، بس الجودة زي الزفت طبعا، ودلوقتي الجودة كويسة وعملت التحدي فايه، قلت يعني عشان اشرح فيه الموضوع، وهنزل ان شاء الله برضه بوست بيتكلم عن الموضوع، والبوست هيبقى في رابط الفيديو. واللي عايز شباب يلاقي الصورة ويحاول يلاقي الحاجة اللي خبيتها فيها، على جروب تليجرام بتاعنا هتلاقوا حاجة ماي تشالنجز، حاجة زي كده هتلاقي فيها. وما تنسوش تتابعوني على فيسبوك ولينكد ان، بنزل عليهم حاجات كويسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.